الطريق اللي انتوا شايفينه معايا دلوقتي هو طريق مصر اسكندرية الصحراوي المتجه إلى المتحف المصري الكبير. وطبعا زي ما انتوا شايفين وجوه مصرية أثرت فينا، سواء كانت وجوه سياسية، اقتصادية، فنية، ثقافية، رياضية، رجال دين، علماء، كل أطياف المجتمع هتلاقيهم موجودين على هذا الطريق المتجه إلى المتحف المصري الكبير. وهذا كله بالتعاون مع محافظة الجيزة. وتقريبا هم أكتر من 750 مجسم على الطريق، وده في إطار تغيير الهوية البصرية لمحافظة الجيزة استعدادا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل. هتشوفوا الوجوه المصرية طوال 5 كيلو أو أكتر من 5 كيلو على الطريق حتى الوصول إلى المتحف المصري الكبير، اللي دلوقتي مقفول استعدادا للافتتاح الرسمي يوم 1 نوفمبر المقبل. وطبعا المتحف بيضم يعني آلاف القطع الأثرية اللي بتضم حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية. وكمان هيكون في صالات أو قاعات للملك توت عنخ آمون اللي بتعرض كل مقتنياته، حوالي أكتر من 5000 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون هنشوفها داخل المتحف. وكمان مراكب الملك خوفو وحاجات كتير جدا هتلاقوها داخل المتحف المصري الكبير، ولكن هيكون مفتوح للجمهور بدءا من 4 من نوفمبر المقبل.